يا صباح الفل والورد والياسمين على كل الناس اللي بتسمعني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. بصوا يا جماعه، ما ينفعش حياه زوجيه تنهدم عشان خاطر هيافات. ما ينفعش حياه زوجيه بدأوها اتنين بحب وبود وبرحمه تتهدم علشان خاطر دخلاء. ما ينفعش ان الاب والام يتدخلوا في حياه الزوجين. ما ينفعش ان الدخلاء الخارجيين من الصحاب او الاقارب يتدخلوا ما بين الزوجين. خلي بالك ان احنا كلنا مرينا بمراحل المشاكل دي والدخلاء دول. كلنا كنا بنسمع سمع ونقلد تقليد أعمى. أنا واحد من الناس كنت بسمع عن ناس زمايلي، واحد يقول لي ده أنا بوريها العين الحمراء، واحد تاني يقول ده أنا بتجاهلها، واحد تالت يقول ده أنا بشخط فيها الشخطة فهي سوري يعني بتعملها على نفسها. واحد تالت يقول لي ده انت من اول يوم لازم ترقعها علقة موت عشان تخاف منك. واحد رابع يقول لي اهجرها 3 شهور و4 شهور متكلماش، سيب البيت تتعلم الادب. وصدقوني 90%، والنسبة دي من خلال واقعي انا لان انا عشتها، 90% من اسباب المشاكل اللي بتحصل ما وراء الطبيعة يعني او ما وراء الدخلاء بيكون من الراجل. ليه بقى؟ علشان الراجل دايما حابب ان هو يبقى ماسك الكرباج، الراجل دايما حابب ان هو يكون ماسك زمام الامور. بس اعرف ان اللي معاك دي بشر مش عبد، وانت مسخره. زمان العبيد ده انتهى خلاص من زمان. اي واحد النهارده بيتجوز على مثقفة، على علم وعلى دراية وناضجة، عندها نضوج كافي من اهلها ومن التعليم، وبتقدر ان هي تبحث علشان تسعد زوجها بأي طريقة. أنا بتكلم النهاردة في حق الزوجة مش في حق الزوج. أنا في جانب الزوجة لأن أنا شفت كتير قوي مشاكل الضحايا فيها زوجات وأبنائهم. فحرام، حرام نقف مع بعض على هيافة، حرام نقف مع بعض على مشاكل صغيرة. وصدقوني انتوا لما هتكبروا شوية هتعرفوا ان كل اللي انت كنت بتعمله ده كان ملوش اي لازمة، كان هيافة. انا في وقت من الاوقات على فكرة وبعترف كنت هايف جدا، بس اللي دخلني سكة الهيافة كان بعض الصحاب، وزي ما بيقولوا كده الصاحب ساحب. عشان كده دايما كنا بنقول اختار الصاحب واختار الصديق الكويس. انا اصدقائي في الحياة مش كتير، ما شفتش حد كان بيرشدني الارشاد الصح. بالعكس، اللي كان بيرشدني الارشاد الصح ده كان ابويا او امي. من هنا بقى نقول لكل اب ولكل ام لزوجين: متتدخلوش في حياة أبنائكم غير بالخير. يعني فلتقل خيرا أو لا تصمت. يعني يا تصلح ما بينهم يا ما تقويش حد على حد. خلي بالك إن أنت واخد بنت ناس وأنتي واخدة بنت ابن ناس، فلذلك لازم يكون الحياة ما بينكم انتوا الاتنين فيها تكافؤ روحاني وتكافؤ أخلاقي. ما تهنش بنت الناس عشان لكل فعل رد فعل. لو هنتها هتهينك، ولو قلت منها هتقل منك برضو. حبوا بعض وبصوا على أولادكم، بصوا على الأرباح بتاعت شركتكم، كبروها، كبروا الثمرة اللي بينكم وبين بعض، وعدوا الهيفات، تخطوها بجد، وما تقفوش لبعض على الواحدة. ومشي الدنيا، مشي الدنيا علشان خاطر ربنا يكبر بخاطرك ويمشي حياتك كلها، مش مع الزوجة بس، حياتك اللي انت بتخطوها يوميا خطوة خطوة. إذا ظلمت صدقني هتدوق الظلم ده، وإذا جبرت هتجبر، وربنا هيكبر بخاطرك أوي. بحبكم أوي. كان معاكم محمد حمدي من المنصورة. حبوا بعض.